عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ جزائري في دقيقة. اليوم إن شاء الله نحضروا مع بعضنا المقروط الجزائري بالعسل. طريقة تقليدية ناجحة 100%. إذا أول مرة تزوري القناة مرحبا بك، وما تنساش تشتركي وتفعلي الجرس. هنا السر الأول، لازم كل حبة سميد تتغطى بالزبدة، ما نعجنوهاش، غير نفركوها برفق. العجين لازم يجي طري شوية، ما يكونش قاصح. إذا عجنيتي بزاف يجيك المقروط يابس. نعجن التمر مع الزبدة وماء الزهر حتى يصبح طري وسهل التشكيل. ها هو صار طرية، تقدري تشكليها. نوضعوا حبل التمر في الوسط، نغلقوه بدون ضغط قوي، غير بشوية. نقطعه قبل القلي باش يحافظ على الشكل تاعو ما يتفتحش، هكذا باش يجي مقرمش ويبقى محافظ على شكله. نوضعوا المقروط على النار المتوسطة حتى يولي ذاهلي. إلا كانت عليه يتحمر من برا ويبقى قاصح من الداخل. العسل يكون دافئ باش يشرب مليح ويبقى طري. شوفوا القوام، لا يتشقق لا يابس ويذوب في الفم. إذا عجبتكم الوصفة ديروا لايك وخلوا لي تعليقكم. واش تحبوا نحضروا في الفيديو الجاي؟